احنا النهارده في رحله بحريه، بس رحله من نوع خاص، والرحله دي بتطلع من المارينا. احنا دلوقتي على المارينا زي ما انتم شايفين، وهنكون على المركب اللي انتم شايفينه ده اللي هيكون عليه رحلتنا النهارده، والناس بتظبط فيه زي ما انتم شايفين كده. والمركب عباره عن مركب صغير دور واحد، وفيه كمان في الارضيه فتحتين زجاجتين، ودول علشان وانتم معديين من فوق الشعب تقدروا تتفرجوا على الشعب والسمك وانتوا جوه المركب. زي ما انتم شايفين معانا كده احنا بنجهز خلاص وطالعين باذن الله بالمركب. احنا الرحله بتاعتنا مدتها ان شاء الله هتبقى حوالي 3 ساعات. المفروض ان احنا هنروح نص ساعه رايح لحد يعني المكان اللي احنا هنعوم فيه اول واحد، واحنا راجعين من المكان التاني اللي احنا هنكون فيه برضه هنرجع في نص ساعه، فساعه رايحه طريق وساعتين هتبقى الرحله نفسها ان شاء الله. تميم قناة عربي مكسر، ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده في رحله خاصه زي ما انا وريتكم كده، واحنا دخلنا على المارينا واخدنا الووتر تاكسي اللي احنا فيه دلوقتي. والرحله اللي احنا فيها ديت تعتبر كده خاصه لان احنا كلنا على بعض 4، ومعاكم شيكا. ازيك يا شيكا؟ منور الدنيا. زي ما انتم شايفين كده المركب جميل جدا. احنا هنعمل وقفتين يا جماعه، هنسال الريس دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ ازيك يا باشا؟ الريس مين بقى معانا؟ الريس محمد ابراهيم. الريس محمد ابراهيم دلوقتي هيقول لنا الوقفات ايه. احنا المفروض ان احنا هنعمل وقفه دلوقتي سنوركلينج، صح؟ وبعد كده هنروح الجزيره، نعمل وقفه في الجزيره. تمام. الجزيره اسمها ايه اللي احنا رايحينها؟ اسمها الجزيره محمود دي ابو منار. انا عارف، شفت غششت. لا ليها اسم غير ابو منار. لا والله الوايت. اسمها برضو الجزيره اسمها الوايت. اسمها وايت ايه؟ وايت ايلاند. بص قدامك دلوقتي الجزيره البيضاء. واحنا دلوقتي اهو بنقف، مش عايز برضو غلوش عليهم عشان هم دلوقتي المفروض بيحضنوا كده مع المركب ده. ادي الواحده اعدل صدر اللانش كده. بيحضنوا مع المركب ده عشان خاطر ايه نقف. انا هساعد معاك. احنا هنقف هنا اهو. دي كده هتبقى الوقفه الاولى. الوقفه بتاعتنا الاولى ان شاء الله هننزل دلوقتي نعمل سنوركينج بالماسك كده والزعانف زي ما الناس كده هي قدامنا نازله زي ما انتم شايفين كده اللي جنبنا. الرحله زي ما انا قلت لكم كده يا جماعه ديت هتبقى 3 ساعات. 3 ساعات كلها على بعض، يعني نص ساعه مثلا بنعوم لغايه ما ندخل المكان اللي احنا رايحينه، ونص ساعه راجع، وساعه المفروض ان هي مثلا سنوركلينج جزيره ساعه كده، يعني كلها على بعض 3 ساعات. ايه الحلو بقى في الرحله دي ان انت ممكن تطلعها وتشوف كمان الغروب زي ما احنا طلعنا. تطلع بعد الغداء، تطلع الساعه 2 مثلا. مناسبه طبعا لو انت بقى انت معاك العيله، ممكن تاخد مركب ده خاص لوحدك، عايز تطلع مع مجموعه تطلع في كده وفي كده. بالنسبه طبعا لسعر الرحله انا هسيب لكم الرقم في صندوق الوصف وفي الرساله المثبته اسفل الفيديو، اول رساله بتظهر في الفيديو هسيب لكم رقم شركه السياحه اللي انا حجزت معاها الرحله. السمك في جنب الشعب، جنب الشعب يمشي مع الشعب كده. ايوه لغايه فوق كده، يعني لغايه ما هو زي ما هو عاوز، وبعدين يرجع تاني. تمام. هيلقى فيها سمك كويس. سمك كويس. هو ماشي. هو الرئيس بيقول لنا دلوقتي على مكان الشعب، يعني احنا نعوم مع الجايد هينزل معانا سنوركل المفروض مع المكان اللي هو ده انتوا شايفينه اللي فيه الشعب ده اهو، المكان الغامق اللي فيه الشعب ده هنعوم معاه كده ونشوف بقى يعني داير ما يدور لحد ما نشوف كل الايه الشعب اللي موجوده هنا، وهنلاقي سمك حوالين الشعب طبعا. انا كنت عايز اسال بقى دي ايه دي يا حوده؟ اسال الكابتن معلش. لا دي ولا ايه؟ ده مطعم موجود كده في قلب الميه. مطعم؟ لا والله. الزبائن بتيجي تريح عليه وتنزل الميه. بتيجي تريح عليه يعني وتنزل الميه. مش تبع يعني سب مارين ولا حاجه؟ تبع قريه بس مش عارف. طيب هو المفروض هو تبع قريه، بيقولوا ان زي ما تيجي يعني تعمل عليه ريست الناس وتنزل الميه. انا شايف جوه في كراسي او كده يعني. وادي الجامع هناك باين اهو. احنا عمنا مش بعيد قوي عن المارينا يعني.
ودلوقتي الناس نزلت طبعا مع الجايد عشان خاطر يشوفوا الشعب المرجانيه. عايز اقول لكم عن المركب ان المركب معمول بشكل انيق ومناسب جدا للناس اللي عايزه تطلع رحله بحر بس وقت قليل مش كبير، وكمان لو اصحاب عايزين يطلعوا مع بعض من غير حد او عيله عايزه تطلع مع نفسها فده هيبقى احسن اختيار. بصوا بقى يا جماعه، انا جيت على المركب التاني عشان خاطر اصور المركب بتاعنا عشان تبقى الصوره واضحه. ادي الريس اهو، ادي البحار محمود، منورين الدنيا منورين الدنيا. احنا في اول وقفه زي ما قلت لكم، الناس نزلت بس انا لسه ما نزلتش عشان خاطر اصور لكم ايه الاجواء كده، وبعد كده هنزل. دلوقتي بقى المفروض انزل اروح لهم هناك كده، هم دلوقتي بيعوموا عند الشعب عشان نتفرج على السمك والشعب المرجانيه. بعد ما خلصنا الوقفه بتاعتنا الاولى، دلوقتي ان شاء الله متجهين مع بعض على الوقفه الثانيه. نور يا ريس. احنا طبعا غيرنا الوقفه، المفروض كنا نقف على الجزيره بس بصراحه السنوركلينج عجبنا فقلنا لا نكمل بقى سنوركلينج. انا كنت عايز اروح اوديكم الجزيره اوريها لكم، هي جزيره يعني صغيره مش جزيره يعني كبيره، بس الناس اللي معايا قالوا لا احنا عايزين نعوم، فراي الاغلبيه قالوا لا هنعوم، فوقفنا وقفه ثانيه اللي هي سنوركلينج، فهنقف ثاني ونعوم برده نشوف الشعاب المرجانيه وبعد كده خلاص نرجع على المارينا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان مده الرحله كلها 3 ساعات، ساعه اللي هي بتعتبر في المشوار يعني رايح جاي، وساعتين اللي هم في الوقفتين. يلا جامب جامب جامب. خلصنا خلاص الوقفه بتاعتنا وعمنا واصطادنا كمان قواقع، ودلوقتي بنحضر نفسنا عشان خاطر نعوم ونطلع على الشاطئ. واحنا ماشيين كمان قررنا نقف جنب مسجد المينا قريبين منه شويه من ناحيه الميه وناخد صور كده تذكاريه حلوه، وبعد كده نرجع على المارينا. احنا جنب مسجد المينا بالظبط، اقرب نقطة اهو ليه، وطبعا هنا في المينا بتاعت الغردقة وجنبنا في المارينا.
وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. نرجو ان يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واللي عايز يحجز الرحله دي او اي رحله بحريه او اي رحلات في الغردقه فممكن يتواصل مع شركه السياحه اللي انا حجزت معاها. انا سايب لكم رقمها في التعليق المثبت، اول تعليق بيظهر لك اسفل الفيديو في صندوق الوصف الموجود اسفل الفيديو. ونشوفكم على خير في الفيديو القادم، والى اللقاء.